احسب الديفليكشن عن ترجع ورا شويه. سبرينج. ارجع ورا سنه. ارجع سنه. يعني ايه سبرينج سبورت؟ حد عارف؟ سوسته. يعني ايه سوسته؟ هو سبورت بيسمح حركه افقيه من ضغط معين. هو الحركه الافقيه مالناش دعوه خالص، هو زي الرول سبورت بالظبط. يعني سبرينج سبورت بالظبط زي الرول سبورت، ولكن الفرق الوحيد ان هو بينضغط. تضغط عليه الفورس يحصل له انضغاط، يبقى شكله كده. قيمه معينه وقيمه اسمها دلتا. تمام؟ تضغط عليه سبرينج سبورت زي السلك، تضغط عليه زي صوت القلم كده. تضغط عليه يحصل له دلتا معينه. تمام؟ الفورس سبرينج يساوي حاجه اسمها ثابت سبرينج في الدلتا. ده ستيفنس. العربي اسمها كثافه. دي القوه اللي بتاثر على السبرينج، دي الدلتا اللي هتحصل في السبرينج، لكن القوه دي ودي ثابت السبرينج او اسمه الكثافه. تمام؟ الستيفنس. كل ما الستيفنس ده زاد يا جماعه، كل ما قوه السبرينج زاد. تعريفه ايه؟ القوه اللازمه لإحداث ازاحه بالدرجه الواحده. يعني لما اقول لك ان الفي سبرينج بيساوي 6، هي وحدتها معروفه اصلا، بس من غير ما اقول لك يعني الوحده. هي 6 طن على السنتي. يعني علشان تعمل انضغاط مقداره 1 سم في السبرينج ده انت عايز 6 طن. لو حطيت لك سبرينج تاني وقلت لك ان الفي سبرينج التاني 60 طن على السنتي، من غير برضه ما ابص على الواحد، خلاص انا عارف اصلا. لما اقول لي في سبرينج 60 يبقى دي 10 اضعاف دي القوه. يعني دي محتاجه 60 طن عشان تضغط سم، ودي محتاجه 6 طن عشان تضغط سم. دي فكره السبرينج. تمام؟ او معنى كلمه ثابت السبرينج. في الحاله تفرق معانا ايه؟ هنشوف دلوقتي. خطوات الحل بتاعتك، اول حاجه زي ما انت متعود بالظبط، الديجري اوف الاسم كام؟ دي رياكشن واحد دي زي راس الفرق، يعني عندها واحد. تمام؟ بعد كده 4 ناقص 3 1 ده بس. وانس ستاتيكالي اند. فاول خطوه في الاشحاف. الخطوه الثانيه مين سيستم. انت مجبر يا باشمهندس، مجبر قدامك خيارات ان المين سيستم بتاعك يكون عن طريق تشغيل الرياكشن بتاع السبرينج وتحط مكانه ريدندنت اكس واي. يبقى الخطوه دي تفرق. زي ما انا متعود بختار مين سيستم عادي، بس انا مجبر في مسائل السبرينج ما عنديش خيارات، لازم اعمل كده. طب افرض عندي 2 سبرينج، لا مش هديلك كده. خلاص مش هيبقى عندك 2 سبرينج وهي وانس. تمام؟ لا هي كده، او دي حوار تاني خالص هنمشي فيه في الاخر خالص، ما هنشوف هياخد ولا لا. بس هي هتجيلك وانس وسبرينج واحد، توايس وتو سبرينج. خلاص؟ لحد ما نشوف اخر محاضره ان شاء الله في فكره هتلاقي ولا مش هتلاقي. اذا هتلاقي يبقى كان ده ما تلاقيش فرقنا. يبقى احنا دلوقتي البيس سيستم بتاعنا خلاص اخترناه. تمام؟ بعد كده هنغمض يعني السبرينج كان في سبرينج نشتغل عادي. احنا بنعمل ايه بعد كده؟ نحط الاكس 1 بيساوي 0 مظبوط؟ ونرسم ام 1. هننسى مؤقتا ان في سبرينج. خلاص احنا اخترنا البيس سيستم عن طريق ان شلنا السبرينج وحطينا ريدندنت ونكمل عادي. هنا العزم بيساوي 0. هنا هحسب العزم يعني 3 في 4 ب 12، 12 في 2 24 فوق. وعلق الرقم اللي تحت ده بيصير على 8 3 في 4 تربيع على 8 يعني 6. ادي ام. بعد كده احط الاكس 1 بيساوي 1 زي ما انا متعود. وارسم المومنت. ادي ام 1 احسب دلتا 1 نود هي تكامل ام نود مع ام 1 على اي اي بالنسبه للدي ال، واحسب دلتا 1 تكامل ام 1 تربيع على اي اي بالنسبه للدي ال. وبعد كده ما عملتش اي حاجه كده خالص زي ما انا متعود. تمام؟ اطلع قيمه دي بيساوي كام؟ اطلع قيمه دي بيساوي كام؟ ادخل بقى على الكونتابيلتي ايكويشن. احنا متعودين يا شباب دلتا 1 نود زائد دلتا 1 في الاكس 1 بيساوي 0. صح كده؟
عكسيا. هنا هزود كده مع دلتا 1 زائد 1 على كده. زائد 1 على 200. المفروض ان احنا عارفين ايه الكونسيبت بتاع المعادله دي. ساعة ما قلنا الناس اللي هو كونسيستنت انفورميشن لما جم يقرروا يعملوا الطريقه فكروا ازاي؟ لو احنا المساله دي يا شباب كانت عامله كده. هنا الراس سبورت. كنت اختار بيت سيستم ان انا اشيل نفس الراس سبورت اللي هناك اللي عند السبرينج ده. فلما نشيل السبورت اللي هنا هيحصل ديفليكشن على النقطه دي. مظبوط؟ اه. الفورم شيب عامل كده، هي تنزل تحت فتبقى عامل كده. ده الفورم شيب، هو مش حقيقي. تمام؟ الازاحه اللي بتحصل دي اسمها دلتا 1 واثبتناها. هو تكامل العزم مع واحد ضم في مكان النقطه، يبقى دي قيمه الازاحه اللي بتحصل لما اشيل السبورت ارميه. تمام؟ ارجع بعد كده احط الواحد ولما بخلي الاكس 1 بيساوي 1 يحصل لي ديفورميشن شيب تاني تطلع لفوق. يحصل ديفورميشن شيب عامل كده. فاحنا كنا بنقول اسيوم ان دي 10 واسيوم ان دي 2. يعني انت لما شلت السبورت رميت حصل ازاحه مقدارها 10 ولما حطيت حمل مقداره 1 رجع لك من ال 10 2. فكنا بنحسب قيمه الاكس 1 عن طريق ان نحسب دلتا 1 دول على دلتا 1 يعني الواحد يعني 2 يبقى انا عايز 5 عشان اعمل 10. بنحسبها كده. والسبورت الحقيقي او اللي في مكانه فعليا بتخلي الديفليكشن بيساوي صفر. يعني الديفليكشن الاخير عامل كده. ده كده نازل وده طالع. فالنقطه هنا ما عندهاش ديفليكشن. طب لما يكون في سبرينج بقى عند النقطه، لما يكون هنا في سبرينج يا باشمهندسين الديفليكشن هنا بتساوي صفر. لا، في حته كده. مظبوط؟ دي اسمها ايه؟ دلتا سبرينج اللي هتحصل دي الاحمال دي لو هتنزل كده وهيحصل ديفورم شيب هو بالظبط زي اللي فوق كده. يعني هو نفس الديفورم شيب بالظبط، بس كل الحكايه ان السبرينج سمح بحته حركه. يعني انا لما اجمع يا باشمهندسين الدلتا 1 نود على قيمه الاكس 1 مضروب في الدلتا 1 ما يديش صفر. يدي حته اسمها دلتا سبرينج. طب مش دلتا سبرينج احنا لسه قايلين قانون اف يساوي كي في دلتا. يعني دلتا سبرينج دي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ اف سبرينج على كي. هي في الاف سبرينج ده مش الرياكشن اللي هنا اللي اسمه ايه؟ اكس 1. يعني ده اسمه ايه؟ اكس 1. فبدايه المعادله دلتا 1 نود زائد دلتا 1 اكس 1 بيساوي اكس 1 على كي سبرينج. تمام؟ وهتجيب انت بقى الناحيه الثانيه. هيطلع لك دلتا 1 نود زائد دلتا 1 في اكس 1 والاكس 1 بره يفضل لك هنا 1 على ايه؟ على كي سبرينج. مالكش دعوه بالاشاره جت منين عشان ده يظبط. وصلت؟ ده القانون يا شباب. دخل 1 على كي هنا مع دلتا 1 بسبب فكره ان في حته دلتا بقى. كل الكلام ده يفرق معانا يا باشمهندس؟ لا بقى مش لازم. انا هعمل ايه في المساله يا باشمهندس لما يجي لي سبرينج؟ بدل ما كنت بحط دلتا 1 في اكس 1 هزود جوه قوس 1 على 2. يبقى هيبقى دلتا 1 زائد 1 على 2. انا كان طالع عندي دلتا 1 نوت يا باشمهندس 224 على اي ار. بتجيب دلتا 1 نوت زائد دلتا 1 كانت طالعه 42.67 على اي ار. ازود هنا زائد 1 على الكي سبرينج. هجيبها منين؟ طب اجيب منين؟ ادي الكي سبرينج 6 طن على السنتي. طيب دي 6 طن على السنتي. وانا شغال بالسنتي ولا شغال بايه؟ شغال بالمتر. كل شغلي يتفاد بالمتر. مظبوط؟ يعني لما اقول 6 طن على السنتي عايز احولها الى طن على المتر. تمام؟ تطلع كام؟ الفوق زي ما هي من سنتي الى متر. اقسم على 100 10 سالب 2. مظبوط؟ كانها فوق يبقى دي ايه؟ هي بالعقل يعني لو السبرينج دي محتاجه 6 طن عشان تنضغط سنتي محتاجه كام عشان تنضغط متر؟ 600. محتاجه رقم اكبر عشان تتلخبط. ماشي؟ اكس 1 يساوي 6. طبعا منها قيمه اكس 1 يساوي
4.2. تاني فرق ايه مساله السبرينج عن المساله اللي ما فيهاش سبرينج؟ هما حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انا ببقى مجبر على المين سيستم، دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه، مريح دماغي عارف المين سيستم فين. خلاص؟ اشيل السبرينج واحط مكانها الاكس 1، لو عندي 2 سبرينج يبقى اكس 1 واكس 2. تمام؟ الكومباتيبيلتي ايكويشن اللي هي دلتا 1 نوت، دلتا 1 في اكس 1 بيساوي 0، بزود مع دلتا 1 1 1 مش الكلام وتيجي تبقى كده. كده يبقى الام فاينل يا شباب بيساوي ام نوت زائد 4 و2 في ام 1. طبعا عايز تحسب العزم هنا والعزم هنا والعزم هنا. عندك عند نقطة A بيساوي 0 عشان تنجل، نقطة C بيساوي 0 برضه، مفيش فيكس سبورت ولا حاجة يا جماعة، دي زي الرول بالظبط. هتحسب العزم معاك بس عند نقطة B هيطلع 7.2 بالسالب. يبقى العزم هنا 7.2. أوصل هنا على الصفر مش هحمل ولا حاجة، أوصل هنا داش ومن النص اللي هو 3 و6 هنزل WL تربيع على 8، 3 في 4 تربيع على 8 يعني 6. يبقى دي 2.4 واوصل الفراغ بتاعتي مش مفيش حاجه، مساله سهله جدا مش هقول. تمام؟ سبرينج زي ما مفيش سبرينج عادي. طالب منك الشير هسيبكم تعملوا انتوا الشير، فريبر دياجرام ترسم الشير مفيش اي حاجه اصلا. عايزين انفورم شير رسمناه مش شغالين. انفورم شير مش شغالين رسمناه وده ده هينزل شويه هنا، دي مش هتنزل خالص، دي مش هتتحرك خالص، وادي انفورم شير هيبقى عامل كده. برضه احنا خلاص عدينا في موضوع الانفورم شير ده. ماشي يا جماعه؟ طيب المطلوب الاخير بيقول لك ايه؟ calculate the deflection at C. عايز حركه عند نقطه C قد ايه؟ سبرينج اف سبرينج يساوي ايه سبرينج دلتا سبرينج. انا عايز الدلتا دي. سبرينج هتحصل له ضغط قد ايه؟ دلتا سبرينج بيساوي الاف اللي هي اكس 1 4.2 على اي سبرينج 6 او 600 براحتك. الوحده هتطلع كام؟ دي طن ودي طن ماشي على ايه؟ يبقى براحتك انت بقى انت حر. هتقدر طن على السنتي ماشي دي بالسنتي، طن على المتر و2 متر اللي انت عايزه على مش فارقه. ماشي الكلام؟ هتطلع كام الدلتا سبرينج؟ هتطلع هنطلعها بالمتر دي 600 فرق كتير 7 ب 10 في السنه. تمام؟ فرق والله عادي. اكيد في فرق وانت بتسمع وانت مذاكر الحاجات دي، فالموضوع ايه ده حلو صح؟ طبعا في ناس مش مذاكره، في ناس حققت التارجت بتاعها بالغش. كنت في معين مدرب 3 4 كتير كده ولا ايه؟ نفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. عايز مومنت شير نورمال وعايز الاستيك كاب من الديفليكشن عند نقطه سي من سيستم. رسمت من غير كلام خالص، شيل السبرينج حط اكس واي مفيش فيها كده. طبعا انت قبليها عارف هو وانس ولا توايس ولا ايه بالظبط يعني. تمام؟ هنحط اكس واحد بيساوي 0 فلسنا اكس واحد وارسم المومنت ده تقريبا كله مش هلاقي حاجه، بس في الاول في الاخر مش حاجه. واللي يحسب عند النقطه دي هقطع بص فوق مش هلاقي حاجه برضه، يبقى ده 0. تمام؟ السيجما اف اس بيساوي 0، الرياكشن ده يساوي 0. ده معناه ان الرجل دي مش عليها عزوم. عايز هنا ب 0، العزم بتاعها تبص تحت مش اي حاجه. خلاص يبقى هنا البدايه بتساوي 0. هي بس مجرد ايه؟ فرقنا ده بيقول تربيع على 8 2 12 تربيع على 8 يطلع 6. ادي النقطة يا شباب. دي كانت
يا ابني خلاص يا ابني بشرح والله. طيب ماشي ما تسال يا عم بقى ده. حط اكس واحد بيساوي واحد، هنا العزم بيساوي صفر، هنا هقطع بص ناحيتي يطلع العزم واحد في الزراعه، الزراعه يا باشمهندس الزراعه العمودي ثاني كام؟ 8 1 8 8 وانت بترسم بقى عمودي على عنصر تمام؟ يبقى انت بترسم بالزراعه، الزراعه مين عمودي على القوس وانت جاي ترسم عمودي على العنصر. سيب لي شويه هنعكس ده بالاتزان 8 ركز معايا بس. هنا يا باشمهندس اطلع وبص فوق تلاقي نفس القوس ونفس الزراعه، خلاص احنا اتفقنا قبل كده طالما حمل واحد بيوازي العنصر يبقى خلاص العزم ثابت. تمام؟ طيب هنا عندي بقى يحسب ده يحسب ده. لو عايز احسب ان الناحيه دي اقطع بص في الاتجاه ده محتاج الرياكشن ده. في رياكشن يطلع في رياكشن واخد العزوم بتاعته. طب ما ابص تحت اسهل. سيجما اف اكس بيساوي صفر وفي احمال في الاكس؟ مفيش يبقى ده صفر. ده معناه ان العزم على الرجل ايه؟ يساوي صفر. ريحتنا بقى خلاص كانها مش موجوده. يبقى من الاتزان 8 2 ناحيه. هنا العزم بيساوي صفر جاي موصل على الصفر. خلاص ده موجب عشان ده وده كده اصلا مش فارق اي حاجه. انا شايف انا مش عزوم في الام نوت. ادي ام واحد هحسب دلتا واحد نوت وهحسب دلتا واحد واحد. خلي بالك ان العنصر ده 2 اي. خلي بالك ان العنصر ده 2 اي يعني هتقسم على 2 اي ار. هتقسم على معامل اي يعني. مش كلام؟ وركز في الحكايه دي عشان تتلخبط. حسبنا دلتا واحد نوت ودلتا واحد واحد هيطلعوا كام يا باشمهندس؟ هيطلع دلتا واحد نوت 0.057 دلتا واحد واحد 0.056. طبعا لازم يتفهم الاي اي بكام لان انت بتكون معاك في حسابات دلوقتي اي واحد على كي فلازم معاك الاي اي. يعني انت لما تيجي تقول دلتا واحد نوت زائد دلتا واحد واحد زائد واحد على كي عشان في سبرينج الاكس واحد بيساوي صفر. ما ينفعش يبقى على اي اي وخلاص. طب دي على اي اي ودي على اي اي. تمام؟ طب هنا في رقم هيتدمج. طب لما اجي اضرب في اي كله اخد داير دي لتحت داير اي هنا ده هيبقى في ار ترجع تلف حوالين نفسك. فلازم في المسائل بتاعت السبرينج يبقى الاي اي برقم. خلاص لازم تلاقي رقم. لو ناقصه يبقى في مشكله. المسائل الثانيه لا، المسائل الثانيه اي اي كتير على طول مش محتاجين. هتعوض تمام 0.576 زائد 0.056 زائد 1 على 200. الكي كانت جيفن 200 طن على المتر. خلاص مش هعمل حاجه مش هحول. الاكس واحد بيساوي صفر. هطلع من هنا قيمه الاكس واحد بيساوي كام؟ ادي قيمه الاكس واحد يبقى الام فاينل بيساوي ام نوت زائد اكس واحد في الام واحد. احسب عزوم فين؟ عند الجوينت زي ما قلنا مع بعض قبل كده. هنا العزم بيساوي صفر عارفين، هنا العزم بيساوي صفر، هنا العزم بيساوي صفر. عايز بقى العزم عند النقطه دي اللي هي دي زي دي بالظبط. وعايز هنا عزمين واجيب الثالث بالاتزان او احسب الثلاث عزوم. العزم عند النقطه دي هنا الام نوت بيساوي صفر مفيش حاجه. ام واحد بيساوي موجب 8 نضرب مش عارف كام لو كنت 9 4 يطلع لك العزم بيساوي كذا 7 55 بالسالب يعني عكس الاتجاه بتاع العزم. عكس الاتجاه بتاع العزم تمام. يبقى فوق 7 55 من 7 و6 من 10. هاجي هنا اوصل داش واحسب القيمه المتوسطه 3.8 من 10 تمام. وانزل للنص ده بيقول لي ترجع 8 بس اصلا قبل كده لسه 30 وعلق البرامج بتاعتي. عند النقطه دي الام نوت بيساوي صفر والام واحد بيساوي صفر برضه مفيش حاجه. رجل الفريق ده اهي مالهاش عزوم
صفر وصفر كام نقطة ام فاينل ولا ام واحد يبقى ام فاينل بيساوي صفر يبقى الراجل مش عليها حاجة. اقدر برضه اشيلها كده واقول ان الاتزان انا عارف انها تساوي نفس 7.6 من 10. ازاي بيساوي صفر؟ مش رياكشن اوف مش موجود. عادي ينفع. هنا العزم بيساوي كام؟ نفس الفكره بالظبط ما عنديش ام نور والام 1 ثانيه نفس العزم هو بالظبط. 0.944 في 8 بتنفس 7.6 من 10 تمشي ثابت من الاتزان 7.6 من 10 توصل على الصفر. بص اي اتنين بيكون ده. عايز بقى الشير والنورمال هعمل فري بار دايجرام. كده عناصر الفريم ادي العنصر الافقي، العنصر الاصلي قسم 2 جزئيتين وادي العنصر المايل. هنا في عندي حمل 3 طن على المتر. مش احمال ثانيه خالص. العزوم العزم هنا 7.6 من 10 مهندسين عزم مرسوم فوق اهو. هنا مفيش اي حاجه. هنا في عزمين 7 و6 و7 و6 والعزم على الشمال يبقى لسه الناحيه دي ولسه الناحيه دي. المايل 7 و6 في الاتجاه ده مفيش حاجه تاني. طيب هنا 3 12 36 وصلنا الناحيه 18 والناحيه 18 ادي الرياكشن اللي جاي من الحمل اليونيفورم. بعد كده في 7 و6 من 10 مع قائم الساعه يبقى في عكس اتجاه استواء 7 و6 من 10 على المسافه 12 كام يا باشمهندس؟ 0.63. هنا مفيش حاجة صفر. هنا برضه مفيش حاجة. الاثنين قد بعض شايلين بعض. هنا ده بينفع عكس عقارب الساعة تمام؟ يبقى المفروض ده طالع وده نازل احسبه عمودي ولا احسبه في الاتجاه الرأسي اللي انت عايزه. لو حسبته نايم هحلله عشان انزله نورمال هنا كده ممكن اخد النورمال على طول واحلل اجيب الشير كده براحتك كده براحتك. ماشي كده 7.6 لما اخده في الوضع ده كده راسي يبقى الذراع افقي يبقى اقسم على 8. طبعا 0.944 ده بالك ده ايه؟ الرياكشن سواك مظبوط؟ تمام. قيمه الرياكشن اللي احنا حسبناه ونازل تحت اهو. كنا بنقول عليه الحل مش مظبوط الحمد لله. درس بقى الشير حمل 2 امنع منه 3 امنع منه. معلش يا جماعه حمل 2 امنع منه بس التكنيك تعدل معلش 2 عشان بس الارقام كلها طالعه على 2 عشان انا هجيب 3 الارقام كلها هتشوف تمام. 24 12 عذرا يا شباب عشان الناس اللي بتكتب 11 37 12 63 هبدا من الشمال من هنا 11 37 همشي داش انزل مع ال 24 لازم الاقي 12 63 عشان لما اكمل يطلع على الصفر. فوق وتحت سالب هنا مفيش شيء خالص صفر. هنا مفيش شيء خالص صفر. عشان اجيب الشير هنا 0.944 ده محلل كده في الاتجاه ده. طبعا انا عارف ان دي زاويه سيتا اهي. هجيب الزاويه سيتا تطلع هي نفس الزاويه مع الراس. طبعا احنا عارفين ده وده متعامدين يبقى دي متممه وبعدين ده راس متعامدين يبقى دي نفس السيتا تمام. احسب من هنا ده كام؟ 0.944 كوزين سيتا. اقدر اجيب السيتا طبعا معايا ارتفاع 2 القاعده مش عارف كذا خلاص الموضوع سهل جدا.
هيطلع القيمه دي كام يا باشمهندس؟ 0.91 نحلل 0.95 و 0.91 الكولا ديت كده الكولا ديت هتبقى 7 و6 على 6 هي لو انت جبتها 7 و6 على المسافه المايله هتلاقي نفس الرقم بالظبط. ماشي؟ باشمهندس الطول ده بيساوي 8 على كوزاين سيتا. لما تيجي تقسم 7 6 على 8 على كوزاين سيتا هيديك الرقم ده كانك بتطلع كوزاين فوق، كانها بالظبط 7 و6 على 8 اللي هو ده في كوزاين سيتا. صح؟ يعني ده هو ده كوزاين. عملتها كده ماشي، عملتها كده ماشي، احنا ما بتمشيش في حاجه براحتك. ارجع تاني نزلها وهات منها النقطه. اوكي؟ طيب وهنا خلاص طالع فوق 0.91 وامشي ثابت واقف في الاخر. ادي الشيء فورس دايجرام. عايز النورمال يا شباب. بعمل ايه عشان اجيب النورمال؟ بعكس شيل نورمال على طيب ركز معايا كده. صلى على النبي. هنا عندي 12 و63 اهي. خلي بالك ركز يا باشمهندس لو سمحت. عايز تركز دي هتلاقي في عنصر هنا وفي عنصر هنا. خدناها كذا مره ما ينفعش. اطلع فوق الاول. مش ده اتجاه السبوت اهو، اطلع فوق الاول شوف ده واخد كام من ده مباشره ده هياخد ده. فما اقدرش العب في القيمه دي، ما اقولش جزء منها هيروح كده جزء منها هيروح كده، يعني ما اقدرش ادي ده مثلا اقول ايه ده 63 ده هدي من ده لده 6. اخد بمزاجي يعني على اي اساس؟ طب لما اخد ده 6 هو ده جاي له 6 من فوق عشان يتزن؟ لا. فابدا خلاص العنصر ده له طرف فوق هنا انا مجبر عليه القيمه الرئيسيه دي اللي هي 0.944 اعكسها هنا. دي المفروض يظهر لها هنا كده 0.944 عشان يحصل التزام. تمام؟ ال 0.944 بقى ممكن اكون واخد جزء من دي وممكن اكون هزود على دي. يعني ده كده عشان ادي منه لفوق لازم اعكسه يا شباب. لما اجي اتكلم على ال 12 63 ده هعكس منه كام على اللي فوق؟ لا ما عكستش منه حاجه، بالعكس ده انا هاخد من ده وازود تحت. فانا هعمل ايه؟ هاخد 0.944 انزلها تحت وازود عليها 12 63. خدناها قبل كده كذا مره. خلاص؟ وجربنا مثلا برضه تاني عشان الناس ما تتلخبطش. سنه اولى عادي جدا. اتلخبط ليه؟ انا اتلخبط برضه. عادي. عندك مثال عامله كده. هنا في 10 وهنا في 15. هتحسب الرياكشن ده كام؟ 25. يبقى النورمال بتاعك هتقسمه ازاي؟ 25 بالسالب صح كده؟ ولما تيجي تعدي هتاخد العنصر ده تطرح 15 يبقى 10 بالسالب برضه. او لو جيت من فوق هتاخد ال 10 وتزود عليها 15. لو احنا عاملين دي في برضه دايجرام كده شكلها عامل ازاي؟ خلاص متاكدين ان 25 من 10. لو عملنا في برضه دايجرام كده ده الرياكشن بتاعه بينزل هنا 15. ده الرياكشن بينزل هنا 10. مظبوط؟ ما اقدرش اقول ال 15 دي اوديها هنا او الجزء منها اوديها هنا، اشوف الاول جاي لها كام من فوق. فكنت هاخد ال 10 دي انزلها هنا. مظبوط؟ يتزن معاها من تحت كام؟ 10. ترجع انت تعمل ايه بقى؟ تاخد ال 10 تنزلها هنا وال 15 تنزلها هنا يبقى كام؟ 25. يبقى انت ما خدتش من 15 دي حاجه، انت زودت عليها. عارف ايه بناخد منها حاجه؟ لو كان ده لو جيت كده يا باشمهندس انا عايز الحته دي الناس تفهمها كويس جدا. لو ده توجيهه كده 10 وده 15 فانت على الرياكشن ده 5 كان يبقى النورمال 5 سالب كده ويزيد 5 الناحيه الثانيه يبقى كده 10 الناحيه الثانيه. ماشي
الكلام؟ لو كنا بنتكلم على دي فري بودي دايجرام بقى، نرجع كده الفريم بتاعنا ال 10 اللي يعمل كده. دي كانت دي 10 الناحيه دي نازل، وبعدين تعكس دي 10 كده و10 كده، وال 15 دي النازله دي كده 15 طالع. دي بقى هي اللي لو عكستها هيبقى منها كده 5 وفوق 10 اهي. ال 15 دي نازله، انت لما تيجي تعكسها تخليها نازله تاخد منها 10 و5. طب انا مش عايز ادخل نفس الحوار ده، هي انت تاخد منها مش انت تاخد منها، خلاص امشي عدل على طول. دي 10 اهي تعكسها تحت واعكس ال 15 وهات المحصله. خلاص زي ما احنا ماشيين، هات الداير من فوق وهات المحصله تحت. خلاص انا بس عايز اقول لك انت امتى هتقسمها وامتى مش هتقسمها، مش مهم خالص. هتخلص اللي فوق تنزلها تحت تعكسها تحت وتجيب المحصله. ماشي الكلام؟ يبقى كده النورمال عندك هنا خلي بالك على ده 12 بلس 2 زائد 0.994. طيب هنا مش حاجه افقيه، شيل خالص على العناصر دي، مفيش هنا نورمال. ممكن تقول من الاول ما انا عارف ان دي انا عارف ان دي راس اول ما عندهاش رياكشن، يبقى ده ما عندوش نورمال خالص. كده النورمال على العنصر ده مجموع الاثنين اللي هو 12 بدل 60 زائد 0.944. النورمال على العنصر الراسي اللي هنا 0.944 من تحت فوق. تمام؟ طيب انت هنا عندك 0.944 اللي هي دي، هتحللها في الاتجاه ده عشان تجيب قيمه النورمال فورس. انت عندك اصلا رياكشن اهو، هنجيب كده اتنين شيل، هنجيب كده اتنين النورمال فورس، هيطلع النورمال 0.23 ازاي؟ مين دي يا باشمهندس؟ دي 0.944 ساين سيتا اللي انت طلعها قبل كده. ادي رسمه النورمال فورس. هو احنا اصلا حاليا من الاول خالص دي شيل دي نورمال جيب منها الراس اللي طلع من النورمال. خلاص؟ وعندك سكه سهله قوي الاكس واحد من هناك تجيب واحد لحد النورمال ماشي من الاول كان ممكن. احنا لو جبناها شيل على طول هنختار برضه نخليه راس ثاني. عشان كده قلت لك ده الاسهل. المهم على العنصر المائي الحاله دي اسهل. خلي بالك يلا قلنا مستحيل تاني. قلنا مستحيل تاني كفايه الكلام ده. لما كان كده نورمال بعد كده حاله الراس اسهل. ابدا دي راسك تمام. بسرعه طالما انا عارف ان في نورمال جاي بعد خلاص، عشان احلل ده شيل واخد منه نورمال مباشره بعد كده، ولما عاوز النورمال بتاع ده احلل ده اتجاه النورمال رايح فبره شيل وبره نورمال خالص. هرسم الديفورميت شيب على رسمه عادي ولا هرسمها على رسمه ثانيه؟ ما اخش بالبلون تاني. طيب اول حاجه نحدد النقط الثابته، دي نقطه ثابته يا باشمهندسين مش هنتحرك في اكس ولا واي. دي ممنوع من الحركه في اتجاه الراس بس ممكن تتحرك في اتجاه الافق. تعال شويه يتحرك ولا لا؟ نفس الكلام السبرينج بيثبت في حركه راسيه بقيمه معينه، والحركه فيها عادي ممكن يتحرك في الاتجاه الافق مفيش مشاكل. طب اسمه حركه معينه في اتجاه الراس مش بتنزل تطلع بمزاجنا يعني. طيب الاحمال اللي موجوده ايه؟ هو حمل واحد ظريف اللي هو ده بيصنع المتر، وده بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول ياخد الكاميرا دي الجزء ده من الفريم وينزله لاسفل. هنبدا عادي جدا كان دي ثابته، كان دي ثابته في مكانها، وناخد الديفورميت شيب بتاعنا العالي خالص بتاع السن. ونبدا نفكر في بقيه العناصر. النقطه دي ريشن جوينت. ماذا تعني ريشن جوينت يا باشمهندس؟ يعني انا مصمم الاثنين دول في بعض كده. خلاص يعني لو انا مسكت العنصر ده لفيته لازم يلف معايا. خلاص طالما ريشن جوينت يعني الزاويه 90 درجه زي كده ماشي مع بعض ثابت. فانا طالما مسكت العنصر الافقي ده ونزلت تحت شويه بالشكل ده يعني عملت زاويه كده، يحصل ايه في العنصر الراسي؟ لانه واقف كده لا طبعا بنلف معاه بالشكل ده هكمل فين؟ هلف معاه. طب لما الف معاه بالشكل ده ودي ثابته مكانها هيحصل ايه؟ يبتدي ترجع كده. ما ينفعش. عشان العزم هنا بيساوي صفر وانا متاكد ان العزم بيساوي صفر. خلاص؟
هل ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش طبعا. لازم الراجل ده ما يكونش كيرف من ستريت لاين، وعشان يبقى ستريت لاين على اللي انا متاكد ان هو هينحني كده لازم ياخد ايه؟ زاويه عموديه يبدا من هنا كده وينزل ستريت لاين كده. فيجبر ده ان هو يتحرك ناحيه شويه. تسمع الحركه؟ طبعا ما فيش الانضغاط ده، مفيش الحركه دي. هرجع تاني ايه؟ اظبط النقطه بتاعتي، خلي ده في مكانه هنا كده، لان الطول مش هيفرق، ده هيتحرك حاجه بسيطه، فالطول المائي هو طول الراس ولا حاجه. خلاص؟ واخد ده كده امشيه شويه. بص انا جبتها ازاي واحده واحده. انا قلت ان انا الاول هاخد الديفليكشن بتاعتي عادي، بس وجود ثبات ده كده وعدم وجود عزوم هيخلي ده يعمل ايه؟ يلف عشان يحافظ على الزاويه ويحافظ على الاستواء بتاعه. خلاص؟ طيب هنا في عزوم بقى. النقطه دي هتيجي معايا مع نفس العنصر، مظبوط؟ بس من هنا لهنا في عزوم. ياخد انحناء، طبعا مرجوك ما تعملش كده عشان خاطر لانك انت بوظت الزاويه خالص كده. لا هو في انحناء بس انحناء بسيط. خلي ايدك خفيفه قوي. دي جت كده يبقى دي هتمشي شويه وتنضغط سن. ماشي الكلام؟ اتحركت شويه كده وكده. لا ده كانت سوري كانت اكس واحد اكس واحد كان مقاس. نعم سبرينج بتمنع حركه اتجاه راسي بس، ما تمنعش حركه اتجاه افقي. سبرينج بس تمنع اتجاه راسي، بس في برضه سماحيه بسيطه للديفليكشن على قد الكيب بتاعتها. خلاص؟ يبقى من هنا لهنا يا باشمهندسين مش هيبقى ستريت لاين، هيبقى ايه؟ كيرفد برضه. ايديك خفيفه قوي عشان ما تبوظش الزاويه اللي هنا دي لاعلى بالشكل ده. يبقى ايه؟ اوربت شيب. تعالى على 2 3 4 5 ناقص 3 بيساوي 2. مهندسين السبرينج عندها رياكشن واحد. من عندها رياكشن واحد يا باشمهندس. لسه بتضحك دلوقتي ليه؟ من عندها رياكشن واحد السبرينج يبقى تمنع حركه كده واحد. خلاص؟ ما اقدرش اقول انها تمنع حركه اكس وواي وهي عندها رياكشن واحد بس. يبقى ده توايس كان ايه تاني؟ هو توايس اوكي مظبوط عشان في مجهولين زياده عن المعادلات. بس في تماثل. ده اللي بحط تماثل. فانا متاكد ان الرياكشن اللي هنا طبعا برضه هنرجع نسال تاني هو دي هند ودي رولر ازاي متماثل عشان مفيش حساب خالص يا باشمهندسين. فده سيجما اف اكس بيساوي صفر مش اكس. الرياكشن الراسي اللي هنا قد الرياكشن الراسي اللي هنا بالظبط. والرياكشن الراسي اللي في السبرينج قد الرياكشن الراسي هنا في السبرينج بالظبط زي مساله الكراس اللي خدناها قبل المتر. تمام؟ فانا اقدر افهم البيت سيستم ازاي؟ انا احط ده اكس واحد واحط ده برضه اكس واحد. ماشي الكلام؟ لو فكرت تاخد نص المساله صح ان انا اطلع هنا احاول دي فيكسد. لا مش هحاول دي فيكسد بقى. هلغي الايه؟ هلغي الشيء. تمام؟ واسيب نورمال وايه؟ مومنت. يبقى هنا مجهولين وهنا مجهول واحد وهيبقى ده اكس واحد. تمام؟ برضه تبقى وانس دي اهي هتبقى وانس برضه. لو انا جيت هنا حطيت مجهولين خلاص النورمال هيطلع صفر. لا الشيء هو اللي بصفر. تمام. لا لما يجي نص بصيتنا بقى نعمل حسابات، لكن احنا اللي عارفين ده نلغيه من اول لحظه هو الشيء. خلاص؟ طيب لما اجي هنا بقى يا شباب احط الاكس واحد بيساوي صفر وارسم العصور. العزم هنا بيساوي صفر. العزم هنا عشان تحسبه هقطع بص في الاتجاه ده لازم الرياكشن 8 على مسافات مساويه السبورتس يبقى اكيد ده 8 مش محتاجه. خدتش بالك تعمل ايه؟ خد العزم عند النقطه دي 8 في المسافه 8 في المسافه على المسافه الاجماليه في الرياكشن ده كده. خلاص؟ طيب هنا 8 في 6 48 اعكس هنا بالالتزام. شد العزم عند النقطه دي هقطع بص تحت. ركز معايا بس في الحته دي. ركز معايا في الحته دي. لما اقطع بص تحت مش هيكسبه ولا رياكشن واحد بس العنصر ده ما بيوازيش الحمل ده. احسب العزم هيبقى الحمل في الذراع. الذراع كام؟ 3 3
24 فين؟ هو ده السؤال المحرج. طبعا الناس اللي كده يبقى الناحيه ورا فوق. ده بيلف كده يا باشمهندسين. حد معترض؟ محدش معترض ولا حاجه. ده كده حوالين النقطه دي بيلف في اتجاه عكس عقارب الساعه. انت قاطع وباصص فين؟ باصص تحت. قاطع كده وباصص كده. يبقى تاخد مين؟ الجزء المناسب ليه اللي هو ده. اللي هو ده السهم فين؟ الناحيه دي. اللي هو انت كمهندس بقى في تانية مدني دلوقتي وعديت شويه لازم تبقى حاسس هو الحمل ده بيعمل في العنصر ده ايه؟ بيلفه في اي اتجاه؟ بيعمل هنا ازاي؟ بيفتح كده. يعني انت لما تيجي تمسك النقطه دي كده وتقول ده بيعمل ايه؟ تيجي تفتحه كده. يبقى لازم يشد الناحيه دي، ما ينفعش يشد الناحيه دي. خلاص؟ جبتها باي طريقه بس جبتها صح. يبقى العزل يا باشمهندسين عند النقطه دي هيكون في الاتجاه ده 24 واثر على 48. هنا نفس الكلام بالظبط 48. انا بقى تاني من الاتزان 48 لحد هنا 24. نيجي نعمل اتزان ما بين العنصر ده والعنصر ده. العزم ده عامل كده يا باشمهندسين على العنصر المائي يبقى على العنصر الاخر في الاتجاه ده يعني تحت 24 وهنا 24. حط اشارتك زي ما انت عايز والتزم بيه. ادي الام نوت. الخطوة اللي بعد كده هرجع احط الاكس واحد بيساوي 1. نفس الفكرة بالظبط. ده رياكشن قد ده بالظبط يا شباب. هنا 1 طن وهنا 1 طن. هنا العزم بيساوي 0. هنا العزم هقطع نص الناحيه دي 1 في 6 6 في 6 بيلف كده سالب عشان الاشارات. انا كنت قايل هنا ايه؟ زيها بالظبط الناحيه دي. زان جوي. ده بيلف كده يبقى التاني في الاتجاه ده. ده بيلف كده يا باشمهندس. التاني في الاتجاه ده. وهنا 6 عامله كده. سيب العزم هنا. خلي بالك معاك واحد هنا ومعاك واحد هنا. اقطع بص تحت. الواحد ده يلف في الاتجاه ده كده كده. يعني لسه من ناحيه. الواحد ده زيه بالظبط. ده يا باشمهندس ذراعه 3 وده ذراعه 3 برضه على النقطه دي. يبقى كده 1 3 وكده 1 3 برضه. يبقى 6 الاتجاه ده. 6 مع 6 اوكي زي بعض بالظبط. ممكن ناخد اللي تحت دي قبل يا باشمهندس؟ عزم ازدواج. عادي. كده الناحيه اهو بدأت في اتجاه تاني 6 دي زيها بالظبط. دي ان شاء الله تجيلي شوف المره اللي جايه. وهسيب مساله اخيره للسكشن اللي جاي عشان فيها حوار شويه.